السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. رمضان كريم، إن شاء الله ينعاد علينا بالصحة والهنا. تقبل الله صيامنا وقيامنا، وإن شاء الله نخرجوا منه مجبورين النفس والخاطر. قبل ما نبدأ الفيديو تاع اليوم، فضلا وليس أمرا، أي وحدة تخرج لها القناة تاعي تعمل اشتراك وتفعل الجرس وتخلي لي تعليق من أي ولاية راها تتابع فيا. لهنا جيتكم بالسحور تاعنا البسيط وهو الرفيز. حنا كنا شريناه، اول حاجه كي نشريوه طوطو نحطوه في يتفور. ومن بعد كي يتفور، مهم تفويره خفيفه، ومن بعد كي يتفور هكا نبلوه اول حاجه بالماء، ومن بعد نزيدو نحطوه يفور، مهم نخليوه حتى يبرد باه تبلوه. انا فات عليا رمضان هذا ماني فاهمه فيه والو. نوض نصلي، نقرا شويه قران، والله القران وما مشيتش فيه خلاص. مولفة انا كي نوصلوا اليوم الخامس تاع رمضان نكون براسك راح نختمه، ولا وصلت للنصف. بصح هذه المره ما عنديش الوقت هكا. شتو من ورا الفطور كي نغسل الماعن ولا نطيح طولطون نرقد. المهم، من بعد كي حطينا له الماء نعاودو نردوه يفار، ومن بعد كي نزيدو نحيوه من الماء كي يفور الفورة الثانية نبلوه بالحليب، ومن بعد كي نبلوه بالحليب نزيدوله العسل اللي تكوني درتيه نتيا، السكر، تخليه يذوب هكا ويتكرمل، ومن بعد تزيديله الماء. بصح هذا الجزء الاخير باه يجي الرفيس تاعك مليح. من بعد ما تبليه بالحليب نسيت لازمك تزيدي تغطيه يفور، ومن بعد كي تزيدي تنحيه ديري له العسل وانتيا وكيما تحبي شغل تحبيه، اسكو معسل بزاف ولا مش معسل، واختياري. من بعد شغل هذا او قبل السحور خلاص. من بعد هكا كيما داك تحبي تسخنيه وزيدي له العسل، مهم اي حاجه انتي اللي تتحكمي في الشيء هذا. وانا ما كنتش انا اللي درته، كانت اختي اللي دارته. احكيوا لي في التعليقات، اسكو انتم فات عليكم مليح، صمتوا مليح. بنت لي انا شغل الطبله كيما نحطوها كيما تتهز، لا الكبير ولا الصغير قادر ياكل. شغل جاي نهار قصير، ما تعيايش ما تجوعيش ما تعطشيش، جاي خفيف. ربي يطرح لنا البركه في رمضان هذا. انه يختلف بزاف على رمضان في الصيف. في الصيف نموتوا بالعطش. المهم تاني قبل كيما تجي راح تحطي له العسل لازم تكوني حاطه له الزبده. منه الرفيس يشتي الزبده بزاف هكا. وهو دركا شوفوا يبان لكم معجن، هو ماهوش معجن. دركا شويه تلقاوها بعد ما فيهش العسل ويحتاج بزاف العسل. لهنا هادو شبح الصفرة. احنا كنا بحكم ما نديروهمش، بصح ساقلنا هذه خطرة نديروهم. وهذا هو الشكل النهائي تاع الرفيس. انا كان ما عنديش سكر رطب، هيا درت له رحيت له المكسرات وحطيت له هكا في الجناب. هادو ليا برك انا اللي حناكل نستوحر بيه. هما شغل هكا درتو لكم باه نعرف لكم كيفاه جا. والعسل هادي جاتني شويه خاطره، بصح ما عليهاش. انا شتيها هكا كيما هما تدارنا ما عجبتهمش، قالوا لي دايره بزاف خاطره بزاف، بصح انا جاتني نورمال. المهم اللي شهيتها شهيتك في الجنه ان شاء الله. وش راح نقول لكم تاني؟ نغتنموا رمضان للعبادات اكثر من الاكل. مش تفوتي نهار كامل وانتي في الكوزينه متنوضي وانتيا في الكوزينه. تولت تاع الصبح قبل الصبح جهة 3 ولا اغتنموا 3:30 ولا اغتنموا هذاك الوقت، قراو فيه القرآن وصليوا قوموا الليل وادعيوا لي وانا ندعي لكم، وتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله يا ربي يتقبل منا. المهم جا الصباح وراح نديروا الفطور.
شتو حنا البصلة هكا نقصوها منها كلش يترحم من بعد. لهنا كانت هذه الشوربة حديرها ماما، دارتها ماما، أنا ما جيت نط لقيتها هي حطتها. المهم نعزلكم، كاينة البصلة، الفلفل، الطماطم، البطاطا، والتوابل، الفلفل الكحل، الكمون، الملح، والدبشة والمعدنوس. وزادت لهنا حطيت لهم الطماطم تاع الباطا وتخليهم يتقلاو فراحتهم، ومن بعد تدير، ومن بعد تمرقها، ومن بعد حتى تمرقها وتخلص وطيب اللحم باه ما تلوح ويترحى كلش باه ما تلوح الشوربة. هذه هي الطريقة تاع الشوربة. وانا كنت راح ندير الزيتون. شتو انا في رمضان هذا اي حاجة نديرها ما صلحت ليش، ما فهمتش لاه. لاش نكون مع الاول نعرف نديرها ولا من بعد ما صلحت ليش. لا الديول عجبوني، لا الورق الطاكوس عجبوني، كلش في حالة يرثى لها. هنا اختي كانت حدير الشخشوخة. بحكم قلت لكم احنا في رمضان ناكلوا العجائن نورمال، ما نتأثروش بيهم خلاص ابدا نهائيا، ما يوجعونا ما يجيونا ثقال. شغل نديرو حاجة خفيفة، نديرو غميقة ولا على يومين والله نتمتعوا كلش ناكلوها. ما ناكلوش في الفطور صح، تجينا ثقيلة في الفطور، بصح من وراء الفطور ناكلوها عادي جدا. نديرو سباغيتي، نديرو مقارون، نديرو كلش، نديرو تليتلي، نديرو اي حاجه. لهنا كنت راح ندير التتبيله تاعي تاع المرقه تاعي تاع الزيتون، وهنا هذه المرقه تاع اختي تشخشوخه. المهم بصله، الدجاج واللحم، الثوم والفلفل الحار. احنا اصلا نشتيو ناكلو كلش حار. هي تخلي كلش يطيب عقلو هكا حتى تولي تبقبق، ومن بعد تلوح لهم الطماطم تاع الباطا، ومن بعد تخليهم يزيدو يتقلاو هكا مع بعضهم باه من بعد المرقه تاعها ما تجيش حامضه. لهنا انا واش اللي درت، قصيت حبه زروديه وربيت البصله والثوم مع بعضهم مهم، قليتهم في الملح، ومن بعد باه زدت لهم التوابل، ومن بعد غلقت عليها الكيكوطه. لهنا كي يبدا شوفوا كي تبدا تاعنا البصلة تدبل، تما لهنا نبدا انا نمرق بالشويه هكا. كل ما تدبل كل ما نمرق حتى من بعد نمرق ضربه واحده. هنا نجيو نديرو الكفتة تاعنا. انا الكفتة تاني ما صلحت ليش، كنت حابه ندير رولي تاع الكفتة، بصح هو صلح نورمال بصح الشكل ما جاش كيما حابه. ما في يجي خير وخير. لهنا شو اللي حطيت الثوم، رحيت الثوم، ومن بعد الماء، وحطيت دقاق. جاتني روحي انا ما كترتش الدقاق، خليتها شويه هكا جريه، وهي تحتاج انها تجي شويه هكا ماهيش بالك ما صلحت ليش. وتاني انا حطيتها في الكوشه، طول دخلتها للكوشه. شفت واحد الطريقه هكا يدخلوها في الكوشه وهي غالطه، فهي لازمك تفوريها الساعه من بعد تقليها. انا حطيتها في الكوشه طابت شغل نص طياب، ومن بعد حطيتها تفور. المهم حشيتها بالفرماج. نجيو للماسيدوان تاعنا، وهي احنا بالطريقه هذه نديروها. نحطو اللوز دروديه، الطو والمايونيز، خلطي كلش يا سيداتي. وهذا ما كان. لهنا الدجاج تاني تاع شخشوخه كنت نسيته، كنا نسيناه. هو ما تحركش، الجلده برك تاعو دارت هكاك. وهادو هما الاطباق تاعنا: السلطه، شخشوخه، وكاينه الشربه تاع ماما، وهذا طاجين الكفته والزيتون مع بعضهم. انا شتو كيما نخرج الزيتون، كيما نخرج الدجاج من هذاك نشتي نتفتفوه خير في المرقه، نحسو يعطي لها بنه خير ما نخليه هكا كامل. المهم جيها بالزيتون، جيها منا بالدجاج. وهذاك اللي رولي قلت لكم الشكل جا ما عجبنيش، مش هكا حبيته يجي. رمضان تاع العام هذا حسيته حالف عليا اي حاجه تما ما تصلح ليش.
ميه لا علينا، نحن مستعدون ومازال 30 ليلة نكملوا فيها. المهم يا حبوباتي، قربنا نوصلوا لنهاية الفيديو، شهيتكم في الجنة. اي وحده يخرج لها الفيديو تاعي تعمل لي اشتراك وتفعل الجرس. صحة فطوركم وصحة سحوركم، تقبل الله منا ومنكم صالح اعمالنا واعمالكم. المهم كتروا العبادات وكتروا الدعاء قبل ما تفطروا. ادعيو منها في الوقت هذاك الدعاء يكون مستجاب. المهم مرة أخرى شهيتكم في الجنة، نتلاقاو في فيديو جديد. صحة سحوركم مرة أخرى، صحة فطوركم، سلام.